العين علينا حق. والدة اللاعب سفيان بوفال تتعرض لوعكة صحية شديدة وتقوم بإجراء عملية جراحية عاجلة في قطر. ونجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي يفاجئ والدة اللاعب سفيان بوفال بهدية قيمة في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، ويعلن مفاجأة تهز العالم. بعد عدم حضور والدة سفيان الاستقبال الملكي والأسطوري الذي خصصه جلالة الملك محمد السادس للاعبي المنتخب المغربي ووالدتهم، أكدت مصادر خاصة إن عدم حضور والدة سفيان بسبب مرضها وإجرائها لعملية جراحية عاجلة في قطر. ولكن ما هز العالم وهو ما قام به ليونيل ميسي بعد هذه الواقعة. وقال ميسي: لقد صدمت عندما علمت إن والدة سفيان بوفال مريضة ولم تحضر ذاك الاستقبال الملكي والأسطوري، وأنا أكثر إنسانة عشقتها في ذاك المونديال هي تلك الأم، فكنت أراقبها من بعيد وهي تراقص ابنها وتنهال عليه بالقبلات بعد كل فوز بكل فخر، فحركاتها تذكرني بأمي، فهي تبدو إنسانة بسيطة وذات قلب طيب، وأنا أتمنى لها الشفاء وأريد أن أدخل عليها بعضا من الفرحة، وسأتبرع بقيمة تكاليف العملية وأيضا تكاليف مصاريف المستشفى لهذه الأم المسكينة. فتقبلي مني أيتها الأم هذه الهدية الرمزية التي أهديتها لك، فتحية حب وتقدير لك ولكل أمهات العالم.